أقوى كريم تفتيح طبيعي لبشرة كالزجاج، أفضل منتج طبيعي لتفتيح الوجه والجسم بدون تكلفة. طريقة التحضير بالمنزل، ببلاش اصنعي كريم سحري غالي الثمن لتفتيح البشرة وإزالة الكلف والتجاعيد والتصبغات والبقع الداكنة. اصنعي بنفسك واقي شمس طبيعي بدون كيماويات. يلا نروح نعمل مع بعض أفضل كريم تفتيح سيغنيكي عن كل الكريمات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وقبل ما ابدا وصفتنا النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار مع كل وصفه جديده. النهارده هنعمل مع بعض كريم شهير في تفتيح البشرة. هنعمل مع بعض كريم العرقسوس لتفتيح البشرة ويزيل الكلف وأي تصبغات بالبشرة. وكمان هنعمل سيروم او تونر من العرقسوس. الكريم والسيرم ممكن نستخدمهم كواقي للشمس، ده غير كمان ان هنستخدمهم كمبيض مرطب للبشرة. عملت قبل كده كريم العرقسوس للبشره الدهنيه وجميع انواع البشره. النهارده الكريم اللي هعمله ده هيناسب البشره الجافه. هسيب لكم لينك كريم العرقسوس اللي بيناسب البشرة الدهنية أسفل الفيديو في صندوق الوصف. العرقسوس مفيد جدا جدا للبشرة، بيعمل على تفتيح البشرة، بيعالج التصبغات، بيزيل البقع الداكنة والكلف، لأنه يمنع تكوين مادة الميلانين، يحتوي على مضادات الأكسدة، عشان كده بيحارب التجاعيد، بيعالج حب الشباب ويمنع ظهورها، يحمي الجلد من أشعة فوق البنفسجية، ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. العرقسوس معروف إنه بيدخل في معظم مستحضرات التجميل الواقية للشمس. الخطوة الأولى هنجيب إناء بيتحمل الحرارة، وهنحتاج معلقتين كبار من العرقسوس المطحون. العرقسوس متوفر مطحون جاهز عند أي عطار وفي السوبر ماركت، بس ممكن درجات الطحن تكون مختلفة، ممكن يكون ناعم قوي، ممكن يكون متوسط، ممكن يكون خشن. أي عرقسوس مطحون متوفر عند العطار جيبيه. وبعد كده هنضيف كوب ماء كبير ونقلبه كويس، وبعد كده نروح نحطه على النار. هنروح نعمل الخطوة التانية مع بعض ونرجع لكم تاني. في الخطوة التانية هنغلي العرقسوس على النار، هنسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، وبعد كده تطفي النار وتغطيه لحد ما يبرد تماما، وبعد كده تصفيه ونرجع نعمل الخطوة اللي بعد كده مع بعض. ده عصير العرقسوس بعد ما صفيناه تماما. هنستخدمه بطريقتين. أول طريقة هناخد نصف الكمية اللي عملناها، يعني حوالي نصف كوب من عصير العرقسوس، وهنستخدمه كسيرم للوجه. ممكن تضيفي على السيرم معلقتين من ماء الورد أو ماء الزهر، أي ماء عطري متوفر عندك، هيدي السيرم رائحة حلوة وكمان هيرطب وينعم البشرة. ولو مش متوفر عندك ماء ورد، ممكن تعملي سيرم بالطريقة اللي أنا عملتها دي. هنحط في بخاخ فاضي عندك نضيف، وترشي منه على وجهك مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء. ممكن تستخدميه عن طريق بل قطن بالسيرم ده، وتمسحي بيه وجهك، وتسيبي السيرم على وجهك نصف ساعة، وبعد كده تغسليه، وبعد كده ترطبي وجهك بالكريم اللي هنعمله بعد كده. وهنستخدمه ازاي كواقي شمس؟ هنرش منه على بشرتنا وأي مكان هيتعرض للشمس قبل الخروج بنص ساعة، يعني قبل ما تتعرضي للشمس بنص ساعة. وبعد كده أثناء تعرضك للشمس رشي منه على جسمك وعلى بشرتك كل ساعتين. وبكده يبقى انتهينا من عمل السيرم أو التونر. يلا نروح بقى نعمل الكريم مع بعض. هنبدأ نعمل الكريم. هناخد نصف الكمية التانية من العرقسوس، يعني حوالي نصف كوب من عصير العرقسوس، ونستخدمها في عمل الكريم. هنضيف لعصير العرقسوس أول مكون، وهو عبارة عن معلقة من نشا الذرة أو الكورن فلاور أو المايوزين. هنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. طبعا انتوا عارفين فوائد النشا، وانا قلتها كتير في كل فيديوهاتي للبشرة. بتعالج حب الشباب، وبتقضي على البقع الداكنة والندوب، وبتبيض البشرة، وبتضيق المسام الواسعة، وبتشد الوجه، وبتعالج التجاعيد. وبعد كده هنضيف معلقة من الأرز المطحون وتقلبيه كويس. الرز المطحون متوفر عند أي عطار مطحون جاهز أو في السوبر ماركت. ممكن انت تطحنيه في البيت بنفسك عن طريق انك تغسلي الرز كويس وتنشفيه، وبعد كده تطحنيه بنفسك في المطحنة. الأرز مفيد جدا للبشرة، بيعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، بيحتوي على مضادات الأكسدة، بيخفف ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة، بيزيل آثار حب الشباب وأي حبوب في البشرة،
بينعم الجلد ويخلصنا من الجلد الميت. هنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا لحد ما نتخلص من وجود أي تكتلات في الخليط، وبعد كده نروح نعمل الخطوة التانية مع بعض. الخطوة اللي بعد كده هنحط الخليط اللي احنا عملناه في إناء بيتحمل الحرارة، ونضعه على نار هادية ونار متوسطة، وتسيبيه لحد ما يغلي وتحصلي على خليط متماسك ويدينا قوام الكريم. وبعد كده تضفي عليه النار وتسيبيه لحد ما يبرد تماما، وبعد كده هقولكم نعمل ايه. ده شكل الكريم بتاعنا، ده قوامه بعد ما برد تماما. هنبدأ نحضر الخطوة الأخيرة في عمل الكريم. هنضيف معلقتين من زيت جوز الهند وتقلبيه كويس. لو انتي في الصيف زيت جوز الهند هيكون سائل بالشكل ده، ولو في الشتاء هيكون كريمي. زيت جوز الهند يعمل على تفتيح البشرة ويزيل البقع الداكنة والتصبغات، كما يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. لو مش متوفر عندك زيت جوز الهند ممكن تستبدليه معلقتين من جل الصبار ألوفيرا جل، هيديكي نفس النتيجة بالظبط. هنضيف معلقة من ماء الورد أو ماء الزهر، أي ماء عطري متوفر عندك، علشان يدي الكريم ريحة جميلة وكمان هيزود الترطيب والتفتيح. وتقلبي ماء الورد كويس مع باقي مكونات الكريم. هنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. هنضع الكريم في علبة فارغة أو برطمان يكون جاف خالي من أي روائح، يكون ليه غطا. الكريم ده صالح لمدة أسبوع وممكن تحتفظي بيه في التلاجة، وبعد ما يخلص تعملي كمية تانية. نروح بقى لأهم خطوة في وصفتنا النهاردة، هي طريقة استخدام الكريم عشان تدينا نتيجة سليمة. كريم العرقسوس هنستخدمه بكذا طريقة. هنستعمله ازاي؟ هنحط من الكريم ده على بشرة نظيفة تدهني بيه بشرتك، ممكن تستعملي ايدك ورقبتك وكوعك والركب، اي مكان في جسمك غامق، وتسيبي الكريم ده على بشرتك نصف ساعة، وبعد كده تغسليه. تستعملي الكريم ده مرتين يوميا، مرة صباحا ومرة مساء. ممكن تستعمليه بعد السيرم اللي عملناه. نستخدم كريم العرقسوس ازاي كواقي للشمس؟ نفس طريقة استخدام السيرم، هتحطي منه على بشرتك وعلى أي مكان هيتعرض للشمس قبل ما تخرجي وتعرضي نفسك للشمس بنصف ساعة، وبعد كده أثناء تعرضك للشمس تحطي منه على بشرتك كل ساعتين. لو التزمتي في استعمال الكريم والسيرم هتحصلي على بشرة بيضاء صافية أكثر شبابا في وقت قصير جدا. الكريم ده تحفة، ما بيختلفش عليه اتنين. الكريم ده هيغنيكي عن أي كريم أو ماسك بتستعمليه، مش هتقدري تستغني عنه بعد كده، كل ما يخلص هتعملي منه. الوصفة دي ناجحة جدا في الحصول على بشرة بيضاء خالية من أي بقع أو تصبغات. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو عايزين وصفات طبيعية أكتر متجربة ومضمونة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا إشعار مع كل وصفة جديدة. ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو واعملوا مشاركة لحبايبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله مع وصفة جديدة مع ميبة.